سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ازيكم ايها الرائعين، ايها الزوافين العظماء، اهلا بكم في القسم ال14 من حكاية جايهان الموهوب الشيطاني، وبداية الاستريك الاسطوري بتاعنا. ايوه يا شباب، بداية الاستريك اللي هننزل فيه دبل ابلود كل يوم كل يوم كل يوم لمدة 5 ايام، 26 27 28 29 30. اللي هيقول لي بقى دول 4 ايام اديلك بالمهم يا شباب. امبارح انا كنت تعبان، ما قدرتش ان انا انزل لكم غير الفيديوهات اللي نزلت امبارح. طبعا انا كنت منزل امبارح يعني، فعشان ما تجرجرش كتير بالكلام ما تنسوش تدعمونا في اللايكات عشان نفجرها ونكمل استريكات. ويلا بينا نكمل اللي فات، وبنرجع بفلاش باك صغيره اثناء مشي بطلنا جايهان لوحده وبيفتح نافذه النظام وبيقول: ده بالنسبه للكوكبه، يا ترى اعمل ايه مع ملكه الظل؟ وايه اللي لازم اعمله بكره في مباراه الارتقاء؟ انا محتاج املي الفراغ اللي سابه سيد القتال الهام ولو شويه. صحيح، مش انا كنت بملك شظيه كريستالا، وبنعرف ان شظيه الكريستالا دي بتستخدم لمره واحده وبتمنح بركه سماويه للاعب. العنصر ده متاح بس انه يستخدمه بطلنا جايهان في الدوري البرونزي او الفضي، وبيكسرها بطلنا جايهان وبيقول: طيب انا كنت في انتظار ده يا بارون ويليام. وبيقول له النظام ان هو استخدم الشظيه الكريستاليه لمنح البركه السماويه، وبيتم زياده كل احصائيات اللاعب سون جايهان بنسبه 50 في المباراه دي. وبيقول له جايهان بعصبيه: يلا يا بارون خلينا نتصادم مع بعض، فانا همحيك كليا بقوه السياده. وبنعرف بعدها انه كلمة جبان كان بارون في الاول صح، جبان قوي، قصير القامة، شخصيته خجول، لاعب بيخاف يدخل في المعارك. بيتكلموا الناس عن بارون بالطريقة دي، مضيعة للهبة اللي كان فيها. كان بيمتلك نافذتين حالة وفئتين كمان، ومن خلال الجمع ما بينهم كويس ممكن السيطرة على شبكة المعارك بالقدر اللي انت عايزه. لكن اختيارات بارون كانت الداعم والساحر، وبعبارة تانية الداعم الخلفي. لكن كان بارون اللي وصل للسلطة مختلف تماما، مع قوته السحرية الفطرية بدأ يطغى في كل مباراة بيدخلها، وانهاروا كتير من اللاعبين الكويسين قدام مهاراته. اللاعبين اللي واجهوه قالوا ده عن بارون كان بيمتلك كارثتين عنده. الاولى هي موجة النار، تقنية بتجتاح الاعداء اللي قدامه بتسونامي عملاق من النيران، وما نجاش اي حد من المهارة دي حتى الان باستثناء شخص واحد. ايوه دي حقيقة بكل تأكيد، لكن ايه اللي بيحصل يا ترى دلوقتي قدام بارون اللي انفعل قوته قدام بطلنا، اللي بيمسك الرمح بتاعه وبيفعل مهارة مسار الناسك، وبيقول واحد بس، كانت مجرد حركة واحدة بس. فبيقول بارون بنفسه: وهل الحركة دي يا ترى هل من الممكن انها تعمل الشيء السخيف ده كله وتمحي كل قوتي؟ فبيقول له جايهان: بجد انت كنت بتبان من بره على انك جبار، ولكن جوه انت فاضي تماما. وبينط بطلنا جايهان بخطوات الرعد بتاعته وبيوصل عند بارون وبيقول له: بتتباهى لاخفاء الافتقار للمهارات. وبيوجه ضربات عديدة لبارون وبيقول له: مستخدم المهارات المبهرجة بس مش المتطورة المفيدة، دي حقيقتك يا بارون ويليام. وفعلا بيقدر يضرب بارون ضربة كده في الرمح بتاعه وبيسحقه في الارض كده وبينزل بعدها. فبيقول له بارون: بتتكلم كما لو انك بتعرف كل شيء عني. فبيقول له جايهان: انت بتشبه شخص بجد انا اعرفه كويس، مهما ظهرت بالقوة فعميقا جوه قلبك انت مش قادر تخفي احساسك بالنقصان والشك الكبير بنفسك. وبيقول لنا جايهان: تنمية اللياقة البدنية وتغيير مظهرك لتجنب نظرات الاحتقار تجاهك، استخدام المهارات المبهرجة لإظهار الحيل هو مجرد عزاء لنفس بارون، لا معنى لده إلا إذا كنت بتغير حياتك من جوه. فبيقول له بارون: أنا بجد ما بحبش موقفك المتعجرف ده. فبيقول له جايهان: وأنا كمان ما بحبنيش. وبيقول لنفسه: آمل إنه تعلمك مباراة الارتقاء دي درس كبير. وبعدها بيكمل جايهان: إيه رأيك ننتهي من ده الأول بشكل سريع جدا؟ وبيهجم ضربة جبارة على بارون اللي بيعمل حاجة صغيرة بس كده، وبيضرب بطلنا جايهان في البر وبيقدر يتسبب له بضربة بعيدة. وبيقول له: ده اللي كانوا بيقولوا عليه الناس كارثتي التانية. وبنعرف انه كارثة بارون التانية هي البر، وعلى عكس موجة النار اللي بتنشر المانا في نطاق واسع، فهي مهارة من الفئة العليا بتضغط المانا وبتطلقها في هجوم واحد بس. بما انه القوة المضغوطة اكتر اهمية من التحكم الدقيق، فكانت اكتر تقنية مناسبة لبارون. فبيقول له بارون: ومع ذلك مين كان يفتكر انك هتفضل بخير بعد ما تتلقاها مباشرة؟ وبنشوف اثار التقنية دي على جسم بطلنا جايهان اللي بيقول لنفسه: انا تجنبت هجوم قاتل في اللحظة اللي تصديت ليها بالرمح. فبيقول له بارون: قدرتك على التكيف ممتازة، على الرغم انك فشلت في التصدي ليها بشكل كامل. حتى لو تحملتها مرة فمش هيكون الموضوع نفسه في المرة اللي جاية، انا هطلع كل اللي عندي في الضربة دي. وبيفعل بارون قوة البرق بتاعته مع قوة السلطة، وبيجمع
قاص ضربة جبارة قدام بطلنا. فبيقولوا المتواجدين باين انه الشخص ده قد في اللي هو بيعمله. فبتقول واحدة من البنات اذا دي هتكون نهاية الوغد سونج جايهان داك، هو مش هيقدر يتصدى لهجوم تاني زي ده. وبينما الكل كان بيتوقعوا هزيمة بطلنا جايهان، كان جايهان ضمن الانتصار بالفعل وبيفكر في شيء واحد بس، ملكة الظل اللي كانت بتبص له. وبيضحك بطلنا جايهان ضحكة الموهوب الشيطاني، وبيستغل جايهان الفرصة بتاعته وبيمسك الرمح. وفي اللحظة اللي اطلق فيها بارون هجوم البر اتجاهه، انطلق سهم العنقاء على بارون من ايد بطلنا جايهان. وعلى الرغم انه لا يمكن استخدام سهم العنقاء الا 5 مرات وهيختفي بس، الا انه بطلنا جايهان ما ترددش في انه يعمل الخطوة دي، لانه السهم اللي اطلقه تجاه بارون كان عنده هدف تاني. فكان بارون واقف قدام مباشرة ملكة الظل، واللي بتلاقي انه الرمح بتاع بطلنا جايهان جاي عليها، وبتتفاجأ مباشرة بانه الدرع بيصد الرمح بتاع بطلنا. وفي اللحظة دي ولأول مرة في شبكة المعارك بيتم تدمير حاجز الحماية للمرة التانية. وبنشوف الاخبار بتقول افضل نجم صاعد في كوريا الجنوبية بيهيمن على بارون المرعب وبيمشي لقدام كمان. فبتقول هايون يا إلهي ليه بيقتل سونج جايهان بشكل كويس كده. وبنعرف انه هايون راهنت بكل حاجة على بارون انه يفوز على بطلنا جايهان. وبتكمل هي متعصبة مستحيل مستحيل، ازاي ممكن هو يتغلب على بارون بالطريقة دي، ده شيء مش منطقي بجد. لا يا ربي انا ما اقدرش اخسر كل الفلوس اللي فزت بيها بالمرة الماضية. فبتيجي لم وبتقول لها زي ما هو متوقع انت ما اهتمتيش لامري، حتى كنت اتوقع ده لكني خاب املي شوية هنا. فبتقول لها هايون ايه اللي عملته عشان تتصابي بخيبة امل؟ انت تم القضاء عليك في البداية تقريبا، كان عليك انك تنجي حتى النهاية حتى تكوني موضع اهتمام. فبتتحرج لم من كلام هايون، ولكن هايون بتقول لها ومع ذلك انت باين انك فرحانة شوية، ازاي اقولها بين الموضوع وكأنك مشرقة ومضيئة كده. فبتقول لها لم ايوه ده صحيح، وبفضل المباراة دي قدرت اعرف ان انا هستمر كمان في التحسن، انا هشتغل بجد اكتر في المستقبل. فبتقول لها هايون وانا كمان هشجعك. فبتشكرها لم. وهنا بيقول المعلق اشياء لا تصدق بتحصل. فبتقول هايون فلوسي فبتقول لها لم صح، في نص ده انت بتقمري مرة تانية دلوقتي. فبيقول المعلق ايها المشاهدين هل شايفين اللي بيحصل؟ اللاعب سونج جايهان بيعمل ايه؟ وبنرجع عند بارون اللي قاعد قدام الشاشة ومتعصب قوي بيقول سونج جايهان هل ما كانش بيستهدفني؟ وبيكمل المعلق الحاجز اتدمر تماما. وبنشوف بطلنا جايهان وقف الرمح وجابه لحد عنده وبيقول مرات طويل قوي يا ملكة الظل. وبنشوف ملكة الظل وهي نشرة حوالينها الظل بتاعها في كل مكان، وبتنشره على الحلبة كلها حرفيا، وبتغطي فيه كل حاجة. فبيدي النظام إشارة بخطأ وبتطفي كل البثوث اللي موجودة. فبتستغرب سيوها من اللي بيحصل وبتقول خالي انت عملت ايه؟ وبنرجع عند بطلنا جايهان اللي موجود في ظلام دامس وبيقول لنفسه ظلمات، ده حتى الهواء بارد قوي وتقيل، مجرد التنفس دلوقتي شيء صعب. باين انها مدركة لوجودي هنا، لكن بما انها ما ظهرتش نافذة اشعارات حتى الان فباين ان انا ما استفزتهاش كليا. اذا انا عرفت هعمل ايه. وبيجهز رمح بتاعه وبيفعل مسار الناسك مرة تانية وبيضرب على المكان اللي كانت فيه ملكة الظل، ولكن الضربة بتاعته بتتاكل. وبيقول بطلنا جايهان الطاقة المظلمة امتصت هجومي، لو هاجمتني بالمستوى ده فمش هكون قادر ان انا اصد. وفجأة بيظهر من ورا بطلنا جايهان ظل، فبيلوح بطلنا جايهان في ايده ومباشرة بيقول هجماتي ما بتنفعش معاها، هل دول ظلال؟ وبيظهروا ظلال في كل الحلبة، وبيكونوا الناس اللي موجودين مع بطلنا جايهان هم كم شخص باقيين كده، وبيهجموا عليهم جنود الظلال وبيبداوا يقطعوا فيهم. وجايهان بطلنا بيصد ضربات كبيرة جاية عليه وبيقول لنفسه الهجمات الجسدية ملهاش اي قيمة دلوقتي، اذا اللي هيحصل لو انا استخدمت الهيمنة. ولما بيستخدم الهيمنة ما بيحصلش اي حاجة، وبيقول مفيش ضرر مباشر لكن اجزاء الجسد اختفت بسبب الضوء، هل هم ضعفاء قدام الضوء؟ وبيظهر واحد من الظلال دول من تحت بطلنا جايهان وبيمسكه من رجله وبينط التاني علشان يضربه. فبيفتكر بطلنا جايهان حاجة وبيفعل الفنون السماوية وبيقول زي الوقت اللي ارتكبت فيه خطأ باستخدام خطوة البرق السماوي، اطلقت البرق في كل الاتجاهات، انا هعمل كده. وفعلا بيعمل كده بطلنا جايهان وما بيقدروش يقربوا منه الظلال. فبيقول جايهان بنفسه ما يقدروش يقربوا بسبب الضوء، ده اسهل مما توقعت. ولكن اللي بيحصل بعد كده انه بيطلع ظل عملاق كده من ورا بطلنا جايهان وبيكون شايل سيف عملاق وبيهجم عليه. فبيقول جايهان بس ده اكتر من اللازم على فكرة. وهنا بناخد تعريفة بسيطة عن موصل شبكة المعارك.
المعارك. هو من المعدات اللازمة للمشاركة في شبكة المعارك، فهو بيلعب دور في تقليل الألم في اللعبة، ونظرا لطبيعة شبكة المعارك حيث أنه التعرض للقطع والحرق والسحق هو حدث يومي، فموصل شبكة المعارك مش اختياري ولكنه ضروري. وبيوصى كمان بنماذج لها تقليل في الإدراك الحسي بنسبة 80% على الأقل، وبيستخدموا معظم لاعبين النخبة نماذج بتقلل الألم بنسبة 90% أو أكثر. ده بيقضي على الخوف من الألم وبيمنحك السيطرة على المباراة بأفعال جريئة منك. ومع ذلك سونغ جايهان ما استخدمش الموصل، والسبب كان بسيط، لأنه كان عارف إنه شبكة المعارك هتبقى حقيقية في القريب القريب، وكان تقليل الألم باستخدام الموصل مجرد إجراء مؤقت في النهاية. ولما تبدأ اللعبة الرئيسية في دوري الفضاء كل ده هيكون بلا فايدة. قاتل دايما مع الحياة على المحك كما هو الحال في المعركة الحقيقية. ما استخدمش جايهان موصل شبكة المعارك للسبب ده بالظبط. عشان كده حتى لما بيحترق الجلد في الحرارة الفظيعة، حتى لما بتخترق ملايين الفولتات من الكهرباء القلب، عانى سونغ جايهان من ألم لا يمكن تصوره وما يقدروش الناس العاديين انهم يفهموه. اما دلوقتي فهو بيتعرض للسحق من قبل الظلام. وبيقول لنا جايهان: جسمي بيواجه أزمة الانقسام لنصين بسيف طوله 10 امتار، ده ألم جنوني. وبياخد بطلنا جايهان نظرة على الناس التانيين اللي بيقولوا: هو ايه ده؟ احنا ما عندناش اي فكرة عن اللي بيحصل، هو ايه اللي بيحصل ده بالله عليكم؟ لسبب ما باين انه بيستهدف جايهان بس. وفعلا بيستهدف العملاق ده بطلنا جايهان وبيرجعه لبعيد. فبيقول جايهان بنفسه: في حدود لقدرتي على فكرة، ده مش بالحجم اللي انا ممكن اتصدى له اصلا، ده مزعج قوي. لو واصلت التعرض للضرر بالطريقة دي فانا هموت في النهاية، لان هو مش الوحيد اللي بيستهدفني. لما هزمت بارون قبل كده برست كتير جدا، وبيحاولوا كتير من اللاعبين دلوقتي انهم يستفادوا من الوضع ده عشان يتخلصوا مني. انا مش قادر استمر في فعل اللي انا بعمله ده نهائيا. ما عنديش خيار تاني، السيادة. وبيفعل بطلنا جايهان السيادة بالتعزيز السحري، تعزيز النار، وبيقول: انا اخترقه وش الوش. وبيضرب النار بتاعته على العملاق وبيقول: اذا كنت بتغطيني بظلام مهول فانا هعمل زيك. المواهب الثلاثة اللامحدودة للفنون السماوية عديمة الاسم، تقنية السماء، انا همحيك بضوء اكبر بكتير. وفعلا بيعمل كده بطلنا بالضغط المدوج للجبل العظيم تاي، وبينزل بضربة جبارة على العملاق اللي موجود وبيقول: اظنه ده كافي. طيب واللاعبين التانيين بيعملوا ايه؟ فبيقولوا اللاعبين التانيين: هي خلونا نروح نلعب بعيد. هو هيك كان اللي عمله ده؟ انا قال لي ابويا ان انا اتجنن بقتال ما اقدرش افوز فيه. فبيقول جايهان: اذا هم فهموا فبيهربوا بعيد. دلوقتي كل اللي اتبقى هو ملكة الظل. وبتتقدم كده ملكة الظل وبتحاول بطلنا جايهان بظل حواليه. فبيقول جايهان: لسه عايزة تقاتل. وبيقول لها جايهان: على فكرة ده بقى مزعج قوي. وبيقول لنفسه: هل هتستمر بالتكرار ده طالما جسمها الرئيسي سليم؟ انا ما اقدرش اتركها تعمل اللي هي عايزاه. وبيقول النظام انه بدأت مراكز الطاقة الثلاثة الخاصة ببطلنا جايهان انها تهتز بشكل جديد. وبيقول لنا جايهان: وزي ما جسدت المواهب الثلاثة اللامحدودة بدون الفنون السماوية عديمة الاسم، انا ممكن اكون قادر استخدم تقنية فنون قتالية عالية المستوى دلوقتي، على الرغم انها مش هتكون مثالية في المستوى، الا ان انا محتاج بس استخدم قوة سهم العنقاء. رامي السهم هيحفز لها بالعنقاء. انا قادر استخدم ده للتعويض عن النواقص الحالية في قوتي. في الماضي كان البرق يعتبر غضب، لما يكون العالم مغطى بالظلام والفوضى بينزل البرق زي العقاب. الضوء اللي جاي منه هو اللي انا عايزه. فبيعمل كده جايهان بطلنا، وبيبدأ ينزل برق كبير جدا من السماء على ايد بطلنا جايهان. وبيقول النظام انه تم اكتشاف انه حياته في خطر شديد. فبيبدأ بطلنا جايهان يصرخ وبيقول: لتنقية كل الشرور والشياطين، الفن القتالي للبرق، الفنون السماوية عديمة الاسم، اسلوب البرق السماوي. وبينزل بطلنا جايهان بضربة اسلوب البرق السماوي على المتبقي من ملكة الظل. وبيقول لنا جايهان: انحدار جدار البرق. كان الفن القتالي ده بيجد على مستوى مختلف زي ما بيوحي المعنى الحرفي لاسمه. اثناء استخلاص طاقة مش كافية من سهم العنقاء لاستخدام التقنية دي، نجحت في تنفيذ تقنية تانية غير عادية، حوالي 80 منها على وش الدقة. في الاصل كان انحدار جدار البرق هي تقنية بتتجمع كتير من صواعق البرق في صاعقة واحدة وبتضرب بعدها. ومع ذلك ما قدرتش ان انا اوحد كل شيء بشكل مثالي وطار بدون ما الحق بسرعة سهم العنقاء. وبكده هي تقنية مش مكتملة ولكنها كويسة كمان. وفعلا بيقدر يخترق الظلام المحيط بملكة الظل، وبيوصل للرمح بتاعه لعند وشها، وبعدها بيوقف الرمح وبيقول: كشفت بس عن وجود ملكة الظل او عن وشها وما تسببتش في اي اضرار اطلاقا. وفي الثانية دي فعلا احنا بنشوف ان وش ملكة الظل اتجرح، وبتبص
وبيبص على جايهان اللي بيقول لها انتهى الموضوع مش كده ولا ايه، وبيشوف انه ايد بطلنا جايهان من كتر الصواعق اللي ضربتها بقت لونها اسود كده، وبيرجع بطلنا جايهان الرمح بتاعه بواسطة السيادة، وبيقول لنفسه انا كنت محظوظ، وصل البرق من انحدار جدار البرق كان متأخر وحوله لهجوم متأخر ادى الافتقار في اتقان التقنية لانشاء متغير بشكل مش متوقع. طيب دي هي الضربة الاخيرة لي المرة دي، هل كانت استفزازية بما فيه كفاية ليكي؟ فبتبص له ملكة الظل بنظرة كده، نظرة كلها اعجاب ومحبة، وبيقول له النظام تهانينا انت انهيت المهمة الملحمية، استفزاز ملكة الظل. فبيستغرب بطلنا جايهان من نظرتها، وبعدها بيتنط زلال كتيرة جدا على بطلنا جايهان اللي بيتراجع وبيتصدى ليهم بعدها كلهم، ولكنه بيحس بألم شديد جدا في ايده، وبيقول لنفسه هل اتجاوزت الحدود اكتر من اللازم؟ مع ايدي في الحالة اللي هي فيها دي من الصعب ان انا اصمد لفترة طويلة. بعد كل شيء بقت الهجمات اكتر توتر واسرع، وبتهجم ملكة الظل عليه اكتر واكتر، ولما بيبص بطلنا جايهان وراه بيلاقي كل اللاعبين بيسيطر عليهم الظل، وبيقول لنفسه هي ما بتقتلهمش، هي بتقيدهم بس، اي نوع من الالعاب المريضة دي. ولكن بيلاقي بطلنا جايهان ان هو بدأ يتقيد كمان من رجليه، وبيوقف كده ثابت وبيقول هاللعنة هل كانت بتخطط انها تتخلص مني الاول؟ وبنشوف سيف عملاق كده هيدخل في جسم بطلنا جايهان، وبيفعل جايهان وميض البرق، ولكن الظل ما بيتزحزحش نهائيا، وبيقول جايهان هي ايه اللي هتعمله يا ترى ده؟ وبيتجه السيف على بطلنا جايهان، ولكنه بيتجه ببطء شديد. فبيقول جايهان بنفسه البتاع ده بينزل ببطء، هل بتخطط انها تقتلني ببطء وبشكل مؤلم؟ ذوقك ملتوية قوي يا ملكة الظل. فبتقول ملكة الظل شوية كلمات، فبيستغرب بطلنا جايهان وبيقول على المعدل ده انا هخسر المركز الاول، انا لازم اتخلص من الناس التانيين دول الاول. لما ابص لتعبيراتهم هل بيتوقعوا مني ان انا اموت الاول بالطريقة دي، على الرغم انه جسمي كله مقيد تقريبا، الا ان انا قادر احرك صوابعي وبس، وده هو اللي لازمني. فبيقولوا بقية اللاعبين انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده، ولكنه باين شيء كويس. فبيرد شخص تاني صحيح عشان كده هي استهدفت جايهان الاول وهتقتله، ولكن في الثانية دي بيحسوا كلهم بحاجة غريبة وبيبداوا يسألوا، وفجأة بيموتوا كل اللاعبين من بطلنا جايهان، وبيفضل بطلنا جايهان هو الوحيد. فبتستغرب ملكة الظل من اللي بيحصل، وبيقول اوه لا انا حصلت على المركز الاول مرة تانية. وبيجي اشعار من النظام تهانينا انت حصلت على المركز الاول في قائمة افضل 100 لاعب، انت اتسجل خروجك قريب جدا. فبتتعصب ملكة الظل، وبعدها بتحاول انها تلفه بالظل اكتر واكتر، وبيقول لها هو ايه ده؟ مع ذلك ده باين نوعا ما انه هيألمني قوي. وبينزل سيف الظل على بطلنا جايهان قبل ما يتسجل خروجه بثانية واحدة، وبتتقطع دراعه. وبعد اللي بيحصل ده بنشوف ملكة الظل بتسحب الظل بتاعها، فبيقول لها جايهان ده شيء مؤسف قوي، انا اتجنبت الخطر بصعوبة شديدة. وبنشوف ايد بطلنا جايهان وهي بتطير وبتبدأ تتفتت، وبيقول لها جايهان بمجرد انتهاء اللعبة بيتضاءل تأثير شبكة المعارك تدريجيا، وشخصيتك كمان هتتلاشى زي الظل، ده شيء مؤسف، ولكن المرة دي اكتفي انت بدراع اليسار. وبيقول له النظام انتهت اللعبة، هيتم تسجيل خروجك بالقوة دلوقتي. وبيقول لها جايهان اشوفك في المرة الجاية. ولما بيقول النظام انه جاري تسجيل الخروج بيحصل خطأ، وبيقول ظل الشمس بقى على دراعك اليسار. وبيرجع بطلنا جايهان للبيت كده، وبيقول دي بجد كانت لعبة صعبة قوي، لم جايون لبارون وبعدها ملكة الظل، ده كان اكتر من زيادة عليا، بس ليه مش قادر اهدى؟ كان ده وشيك قوي، لو اتأخرت شوية كان الموضوع هينتهي بشكل سيء جدا. قبل ما يلمسني سيف ملكة الظل سحبت اقصى قوة بالسيادة باصابعي كلها، وقطعت شرايين قلوب اللاعبين المتبقيين. كنت قلقان من ان انا ممكن اواجه الانتقام لانه الخصم كان هايل، لكن لحسن الحظ باين انها ما لاحظتش ده اطلاقا. انا فرحان قوي لانه كل ده انتهى بدراعي اليسار وبس. انا شعرت تقريبا بألم انفجار جسمي كله، مغامرة زي دي لمرة واحدة كافية بالنسبة لي. طيب ومع ذلك انا ربحت كتير بجد. وبيبص على نافذة النظام اللي بتقول له تهانينا انت فزت ضمن افضل 100 لاعب، حصلت على مكافأة قدرها 1,000,000 نقطة، هتحصل على نقاط خبرة اضافية، ارتفع مستواك بمقدار 5 مستويات. فبيقول جايهان بنفسه زي ما هو متوقع من مركز افضل 100 المكافآت على مستوى مختلف تماما. وبيقول له النظام انه تم الحصول على لقب ملك الملوك بالبرونزي. وبيقول جايهان انا كنت على وشك انسى مكافأة الفائز كمان. وبنعرف انه ملك الملوك هو لقب بيمنح للفائز في مباراة الترقية لافضل 100 لاعب، وبتزداد
زيادة كل الاحصائيات بمقدار 5 بس في الدوري الفضي، وبيتم تطبيق تأثير زيادة الخبرة بنسبة 50% بشكل دائم. وبيقول جايهان قال وقتها اخيرا ان انا اغير لقب الشخص اللي قهر البرنامج التعليمي، وبيستبدل اللقب بتاعه. وبيقول وبكده انا لازم اكون قادر ان انا انمو بشكل اسرع في الدوري الفضي. خلينا نشوف ايه هي مكافآت الانجاز الخاصة مع اضافة مكافآت الفوز. فبياخد الانجاز الخاص واللي هو المركز الاول في افضل 100، والمكافأة بتاعته 10,000 نقطة انجاز، وبعدها 50,000 نقطة لانه هو فاز بدون هبة نهائيا. فبيقول جايهان 50,000 نقطة مش ده بيخليهم 60,000 نقطة في النهاية، تبين انه خسارة هبة السيد القتالي كان مفيد ليا. ده كويس مش كده ولا ايه؟ استنى هو ايه ده؟ وبيلاقي بعدها انه كم قميصه اتقطع بالكامل. فبيقول بنفسه وايه اللي بيحصل؟ الكم اليسار من قميصي مقطوع، كان سليم من شوية. هل اتأثرت مباشرة من شبكة المعارك؟ مش دي فترة البرنامج التعليمي ولا يمكن حصول شيء زي ده، اما انه ده حصل لانه هو منفعل كوكبة في مستوى تاني. مفيش اي علامات على تلف ذراعي، بمعنى تاني هي مش مجرد قطع. ايه اللي بيحصل يا ترى؟ فبتدخل سيوها من الباب على خالها وبتقول له خالي انت رجعت؟ فبيقول لها جايهان سيوها ما كانش عليك بجد انك تدق الباب. فبتقول له سيوها اتقطع البث فجأة عشان كده كنت قلقانة قوي. فبيقول لها جايهان ايه اتقطع البث ليه يعني؟ فبتقول له سيوها ايوه ما كانش في اي ارسال اطلاقا من لما حطمت انت حاجز الحلبة. الكل كانوا بيتشاركوا الاخبار في حالة هيجان كبير، ودي هي المرة الاولى اللي بيشوفوا فيها الكل موقف زي ده، عشان كده كان الوضع مفاجئ. فبيقول لها جايهان عارف، فانا بدأت اتلقى كتير من الرسائل دلوقتي. فبتقول له سيوها صحيح، هل كانت الالف اللي هناك دي هي ملكة الظل يا خالي؟ فبيقول لها جايهان هي انا خلصت المهمة بفضلك انت يا سيوها. فبتفرح سيوها قوي وبتقول له كان الموضوع يستحق. خالي ايه مالها دراعك كده؟ فبيقول لها جايهان ده لا شيء مش عارف لكن هدومي. فبتقول له سيوها ايه اللي بتتكلم عنه؟ دراعك بتبقى سودا اهي. فبيبص بطلنا جايهان على دراعه اللي حرفيا بتبقى لونها اسود زي الظل. فبيقول جايهان بنفسه هو ايه ده؟ ايه اللي بيحصل يا ترى؟ وبيقول له النظام انه تم اكتشاف لعنة على دراعه. فيا ترى ايه اللعنة دي جت منين؟ وهتعمل ايه في دراع بطلنا جايهان؟ وهل دي لعنة من عند ملكة الظل؟ كل ده واكتر هنعرفه في الاقسام اللي جاية من حكاية جايهان الموهوب الشيطاني. اما لو وصلتم للدقيقة دي من الفيديو اكتبوا لنا في التعليقات الكلمة السرية بتاعتنا خبز اسمر. وبس يا شباب، ما تنسوناش من اللايكات الاشتراكات، ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم، تذكروا الله. اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. شكرا على المشاهدة، سلام.